هيرونيفر. أهلا بكم في بودكاست السيرة الفرعونية، المكان اللي بنحكي فيه حدوتة السيرة الفرعونية، سيرة الآلهة وسيرة الملوك وسيرة الشعب، زي ما حكاها لنا أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين على جدران المعابد وفي المقابر وعلى التوابيت والبرديات، وبنحكي من أكتر من مصدر. كل ده بالمصري، اللغة المصرية الحديثة، اللهجة العامية الناتجة من العربي والمصرية القديمة. معاكم فيلو ألكسندر الثاني، ويلا بينا نبدأ. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر أجدادنا وأسلافنا الفراعنة قدماء المصريين وعلمهم وحضارتهم وأدبهم وقصصهم وعظمتهم زي ما قالوها لنا على جدران المعابد وفي المقابر وفي التوابيت والبرديات. بعد ما استقر حكم الإله أتوم رع في الأرض وجاب للعالم القواعد والنظام في شكل وعلى هيئة الإله ماعت، وجلب برضو العلم والسحر والحكمة والذكاء في شكل وعلى هيئة الإله تحوت، راح بعد كده جاب النور اللازم علشان تكمل عملية الحياة، وتحول للإله رع قرص الشمس المنير في السماء، بيحكم الأرض الصبح وبالليل بيعمل رحلة يومية دائمة في مركبه الإلهي في العالم الآخر. وفي خلال الوقت ده أحفاده الإله جب جسد الأرض والإله هنوت سيدة السماء وإلهتها كانوا لسه لازقين في بعض، فحملت الإله هنوت من الإله جب، ولأنهم لازقين في بعض فمحدش كان يعرف ومحدش خد باله. لكن الإله تحوت رب العلم والسحر والحكمة شاف نبوءة وراح قالها للإله رع، والنبوءة دي بتقول إن الإله هنوت سيدة السماء هتخلف ولد من نسلها هيحكم أرض وملك الإله رع يوما ما. طبعا اشتعل غضب رع وراح لقى الإلهة سيدة السماء في حضن الإله جب جسد الأرض ولازقين في بعض فعلا، فغضب أكتر، وأمر ابنه الإله تشو رب الهواء والفضاء أبوهم إنه يدخل يفصل ما بينهم ويرفع الإله هنوت سيدة السماء بدراعاته لفوق بعيد عن الإله جب جسد الأرض. وقد كان، ورمى عليها لعنة الإله رع، لمى على النتر نوت سيدة السماء، رمى عليها لعنة، قال نوت مش هتخلف أبدا في أي يوم من أيام 360 يوم في السنة أيامي، سواء الصبح أو بالليل في غيابي. وقد كان. طبعا اللعنة كانت قاسية جدا على سيدة السماء الإلهة أو النتر نوت، خاصة إنها كانت حامل خلاص، فراحت وهي كلها يأس وحزن لرب العلم والحكمة الإله تحوت أحكم الآلهة كلهم، واشتكت له. ففكر إله الحكمة تحوت في حيلة وحركة ذكية عشان يحل الموضوع، وفي نفس الوقت ما يخالفش قرار الإله رع رب الشمس. فراح لخنسو إله القمر وأقنعه إنه مفيش أي إله يقدر يغلب تحوت في لعبة السنت. طبعا يعني ما اقتنعش الإله خنسو إله القمر بالكلام ده، وقال له لا أنا أقدر أغلبك. فقال له الإله تحوت طيب تراهني، ووافق الإله خنسو على المراهنة ولعبوا. وكان الرهان إن لو الإله تحوت كسب ياخد جزء من نور القمر، حوالي 1/72 من نور القمر. فلما كسب الإله تحوت رب العلم والحكمة
خسر الإله خنسو رب القمر 1/72 من نوره، يعني تقريبا كده 72% من نوره. وطبعا زي ما عرفنا السنة كانت 360 يوم في الوقت ده، والقمر كان بيبقى منور كل أيام السنة زيه زي الشمس، ما كانش بيحصل فيه اللي بيحصل دلوقتي في القمر اللي هي اللي هو بيبقى أطوار. فلما خسر الإله خنسو، لما خسر 72/360، يعني خسر 5 أيام بحالهم، فراح الإله تحوت مزودهم على أيام السنة عشان تبقى 365 يوم بدل 360 يوم بس. طبعا الأيام دي كانت خارج سلطة الإله رع ولعنته اللي رماها، اللي هي يعني هو رمى لعنته على 360 يوم بس. فال5 أيام الزيادة اللي جدت دي هي خارج السلطة وخارج اللعنة بتاعة الإله رع. وأصبحت الإلهة نوت سيدة السماء حرة من لعنة رع، وحرة في الخلفة في ال5 أيام دول. فخلفت است اللي هي النتر إيزيس، وأوزير اللي هو النتر أوزوريس، وست، ونبت حوت أو نفتيس، وفي اليوم الأخير حورس الأكبر. وعلشان الإله خنسو يعوض خسارة القمر لجزء من نوره، عمل نظام أطوار القمر، فالقمر ما بقاش منور كل أيام السنة زي بعض، ولكنه بقى يزيد نوره ويقل كل 30 يوم في الدورة اللي كلنا عارفينها دلوقتي للقمر. وبقى في وشوش للقمر اللي هم المحاق والهلال والأحدب والبدر. وبكده أنشأ الإله تحوت رب العلم والحكمة التقويم اللي البشرية كلها عرفته، وكمان ساعد الإله نوت سيدة السماء إنها تخلف أولادها ويكمل التسوع المقدس، وتتحقق نبوءة الإله تحوت من خلال أوزير اللي هيحكم ملك الإله رع في الأرض السفلية، وابنه النتر حور اللي هيحكم ملك الإله رع في الأرض أو الأرضين المصرية. وبقى آخر 5 أيام في التقويم المصري أيام احتفالية بيحتفل بيها الفراعنة المصريين القدماء كل سنة بعيد ميلاد الآلهة دول. يوم للإلهة است أو إزيس، ويوم للإله أوزير أو أوزوريس، ويوم للإله ست، ويوم للإلهة نبت حوت أو نفتيس، وفي اليوم الأخير يوم النتر أو الإله حورس الأكبر. وتوتة توتة فرغة الحدوتة حلوة أكيد مش ملتوتة، صح؟ الحدوتة دي للأسف مش موجودة في مصادر كتير، أو المصادر العربية الأساسية الكبيرة اللي هي الكتب القديمة منها، لكنها موجود في بعضها وموجودة في مصادر أجنبية. معظم المصادر الأجنبية دي بترجع للمؤرخ بلوتارخس في كتابه موراليا. وسبب اني اخترت اضيفها للسيرة الفرعونية انها شبه الحواديت الفرعونية في البناء الادبي وفي تفسير الاحداث الكونية او الاحداث اللي في الطبيعة باحداث حصلت ما بين الالهة وبعضهم. فانا ميال انها تكون قصة فرعونية اصلية، لكنها ممكن تكون دخيلة وتكون استلهمت من الادب الفرعوني واتألفت واتضافت ليه. لكني زي ما قلت قبل كده مش شايفها بعيدة خالص عن أفكارهم وحكمتهم وفلسفتهم، وحتى يثبت العكس فأنا هبني أفكاري وتحليلي على أساس الاعتقاد ده. طبعا زي ما شفنا الحدوتة شبه حواديت حصلت واتقالت بعد كده كتير في التاريخ عن الملك اللي بيخاف على حكمه من مولود من نسل أو من نسله من نسل ما، فبيقرر انه يمنع ده
انه يحصل ويحافظ على حكمه، وما بينجحش في النهاية. وطبعا شفنا دي في قصص كتير، منها قصص دينية زي موسى وغيره. وهنا كان سبب عدم نجاح رع في ده هو ذكاء وعلم وحكمة الإله تحوت. كمثال انه التفكير الحكيم والذكاء هو اللي دايما بينتصر، مش القرارات الديكتاتورية خالص. هنشوف نفس الباترن ده بيتكرر كتير في السيرة والحواديت الفرعونية، اللي رغم اعترافها بألوهية وقدرة وعظمة الإله رع المطلقة كإله متمثل في الشمس وإله لكل العالم، إلا إن الحيلة والخدعة والذكاء كانوا دايما بينتصروا عليه أو بيساعدوه ينتصر. وكأن الحكيم المصري القديم كان واعي بطريقة ما بالصراع الدائم بين المعتقد الديني المبني على الإيمان القلبي وبين العقل والعمل العقلي والتفكير. وحتى لو كان المعتقد الديني ده جاي نتيجة للتأمل والتفكير وإعمال العقل، برضو هو بيتجه نحو الإيمان القلبي من غير إعمال العقل، فحتما هيظهر صراع ما بينه وبين العقل. وبتبان دايما الأساس الفلسفي والحكمة الفرعونية في النهاية في خلق وعمل توازن ما بين طرفي الصراع من غير كسر القوانين الكبيرة للآلهة، واللي هي تعتبر قوانين الكون، ولكن فقط بتعديلات بسيطة وبالحيلة والذكاء. وإن التوازن هو أساس الأشياء في الكون، مش إن يحصل انتصار لحاجة على حاجة تاني. طبعا ده أساس الحكمة والفلسفة الفرعونية، وهنلاقيها بتتكرر كتير معانا في الحواديت وفي الملاحم في المستقبل كتير جدا، اللي هو فكرة التوازن وإن مفيش حاجة بتنتصر على حاجة تانية. هنلاقي برضو في فكرة بدائية أشبه بفكرة الذنب الأول اللي هو اللي حصل ما بين آدم وحواء مثلا في الميثولوجيا الدينية. ففي هنا حاجة شبههم في اللي ما بين نوت وجب وعدم رضا الإله رع عن الموضوع. وطبعا بنشوف هنا تفسير تاني للسماء والأرض، إنهم كانوا لازقين في بعض وبعد كده بقوا كل شيء فيهم حاجة مختلفة عن التاني، وإن الإله تشو هو اللي بيمثل الهواء والفضاء اللي هو موجود فعلا ما بين السماء والأرض، هو اللي بيفصل ما بينهم. وهنلاقي هنا ذكر لحورس الأكبر، ومفيش ذكر في باقي الديانة المصرية تاني عنه، وده طبعا بيختلف عن حورس الأصغر ابن إست وأزير اللي كلنا عارفينه صاحب الملحمة الكبرى مع ست. ومن الحاجات اللي استوقفتني في الحدوتة دي هو اشمعنى لعبة السنت اللي لعبها الإله تحوت مع الإله خنسو؟ هل ما كانش فيه ألعاب تاني غيرها عند الفراعنة؟ وهل ليها رمزية لذكرها في الحدوتة ولا هي موجودة هنا صدفة؟ وبترمز لعبة السنت في الديانة الفرعونية المصرية القديمة لرحلة الكا أو الروح إلى العالم الآخر. ومعنى كلمة سنت معناها العبور في لغة ميدونيتر المصرية القديمة، وهي بتتلعب بالزهر، فهي فيها جزء حظ، يعني كان فيها حاجة شبه الزهر، هي مش زهر قوي، هي عبارة عن 4 عصيان كانوا بيمثلوا الزهر، لكن هم ما كانوش يعرفوا شكل الزهر المكعب بتاعنا. وكمان بتتلعب باستراتيجية، يعني هي بتتلعب فيها جزء حظ وكمان بتتلعب في استراتيجية، فهي فيها جزء تفكير، يعني نفس التوازن اللي في الحياة في رحلة الإنسان أو كا الإنسان للعالم الآخر. ورحلة الكا إلى العالم الآخر هي رحلة الإنسان، واللي بيفوز في اللعبة بيكون عدى للعالم الآخر بنجاح، وبيتم إعادة ولادته من جديد في العالم الآخر. فأعتقد أن رمزية اللعبة هنا هو إتاحة أو إنشاء حياة جديدة بخلق 5 أيام ل5 آلهة، ودي
حكمة الفراعنة المصريين القدماء في تفسير خلفة الآلهة وفي تفسير أشكال أطوار القمر وتقويم المصري وأيام النسيء آخر 5 أيام من الشهر. وهنا تبقى انتهت حلقتنا المرة دي. استنوني في الحلقة الجاية، هنتكلم عن خدعة إيزيس أو النتر إست اللي خدعت بيها الإله رع عشان خاطر تعرف اسمه اللي محدش غيره في الكون ده كله يعرفه، اسم رع الخفي. سلام.